في زمن الخليفة معاوية ابن أبو سفيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من فنون الكورة مع أمين. الزمالك بيفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-0. الكل أكد إن الزمالك النهاردة بيعود لمدرسة الفن والهندسة. المعلق الشاذلي اللي كان بيتغنى ويتمدح بالزمالك وجمهوره لدرجة إنه دخلنا في زمن معاوية ابن أبو سفيان وابن عامر اللي كان ولي على مصر، لدرجة إنه العملية هنجت ولسعت خالص. الزمالك بيفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-0. الهدف الأول من تسديدة شيكو بنزا اللي كانت خارجة بره الملعب خالص، ولاعب البنك الأهلي بيحطها في نفسه، بيردها وهي طالعة بره الملعب بيرجعها في الشبكة. وشيكو بنزا العالمي، المهم إن الشاذلي مقتنع إنه طول المباراة إن شيكو بنزا هو اللي أحرز الهدف، مع إنه المفروض راجل بيفهم كورة. ده لو بيفهم كورة المفروض إن الهدف بينحسب للاعب البنك الأهلي. أما الهدف الثاني والثالث فخد منه أشعار نار يا حبيبي نار. الهدف الثالث خصوصا كان هدف، أو الهدف الثاني كان هدف حسام أشرف برأسية من عرضية بنتين. أنا ما انكرش إن الهدف جميل، هو والهدف الثالث هدف إيشو، ما انكرش إنه هدف جميل وهدف ملعوب من هجمة مرتدة مثالية. ولكن الشاذلي طلع علينا في حكاية معرفش جابها من أنهي اتجاه، وقال لك إن حسام أشرف من مواليد 100 عقبة، المنطقة اللي كانت في زمن الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، وولى عليها الصحابي ابن عامر، وكان ذلك واليا على مصر آنذاك. ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ ده تعليق المعلق الشاذلي. بس ايه اللي جاب هدف حسام أشرف لمعاوية ابن أبي سفيان ابن عامر حاكم مصر في آن الوقت؟ مش عارف، بجد مش عارف. على العموم، لكن فضيحة الغازي وفرحان اتدارت بعد الهدف الثالث. ازاي؟ اقول لك ازاي. ارجع للفيديوهات واللايفات اللي عملناها بعد مباراة النادي الاهلي، وقلنا اعلام وضغط السوشيال ميديا الزملكاوية، كل ده بس بغرض ان يتم الراحة والمهاودة معاهم فيما بعد في المباريات القادمة، لان الزمالك مش هيعرف يكسب بشقانا يا صبري ولا بعرقنا يا صبري. لو ترجع للنتيجة لما كانت 1-0، هجمة وانفراد لأحمد ياسر ريان، وشدة وجذبة وسحبة ايد وسحبة تيشيرت علني على محمد شحاتة، والغازي عمل من بنها، ووائل فرحان ما كانش شايف ولا عايز يشوف. لا، وطلع الغندور ببجاحته يقول لك أدار طاقم الحكام المباراة بكل نزاهة. يا أخي أحمس. عرفتوا بقى ضغط السوشيال ميديا والإعلام الزملكاوي بيعمل إيه؟ ما احنا قلنا يا جماعة الغازي حكم ملاكي. بس على العموم تدارة وتروح. الزمالك والله 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 حالته لا يرثى لها. أغاني وأفراح وبهجات، حقهم كسبوا 3، حقهم ما انكرش، ولكن صدقوني الزمالك والله ضعيف جدا. البنك الاهلي ولاعيبته اللي كانوا كلهم اساسا لعيبه في نادي الزمالك، مدبولي ومصطفى شلبي ونيمار وغيرهم كتير في الملعب، عملوا الواجب والزياده. اللاعيبه على حدود خط الستة يا مؤمن، واللي يشوط في اعلى الشمال في السماء، واللي يشوط في اعلى اليمين في السماء، واللي يشوط في نفسه في السماء. ده لعيبه الزمالك في البنك الاهلي، وايمن الرمادي اللي عايز يبقى اللي كان مدير فني لنادي الزمالك في البنك الاهلي. ده رئيس البنك الاهلي نفسه بيحضر مباراه الزمالك وبيشجعها. فانت جاي متخيل ان البنك الاهلي هيعمل حاجه قدام الزمالك النهارده؟ تبقى انت عايش في ميه البطيخ. لعيبه البنك الاهلي اكتر من 4 فرص على 6 متر، محدش فيهم عارف يشوط كرة واحدة.
ولا الأوامر كده؟ الله أعلم. والله الواحد ما بقاش عارف الأوامر جاية لمين ولا لمين. جمهور الزمالك بيفرح ويقول لك اديها ميه اديها نار. جمهور نادي الزمالك فريق جبار، وبعدين دخل بسلسله شتايم والصوت انكتم في الاستاد او في على الشاشات. هل هنلاقي في عقوبات على جمهور الزمالك، ولا هتعمل اطرش واعمى وكمان اخرس مش هتنطق؟ اكيد هيعمل اخرس ومش هينطق. البنك الاهلي عمل مباراه كبيره، بس كبيره على نفسه، لان ادى للزمالك فرصه التواجد بكل السبل. دفاع الزمالك يا جماعه لا حول له ولا قوه. خط وسط الزمالك غير موجود بالمره. تاني، خط وسط الزمالك ودفاع الزمالك لا حول له ولا قوه. المهدي سليمان تألق في اكتر من كوره، تألق في اكتر من كوره، ولكن صدقوني الزمالك لو لاعب فرقه عايزه تجيب اجوان، مش بتجيب اجوان، لا عايزه تجيب اجوان، كان خسرت بالميت 3 أو 4 أهداف النهارده. على العموم يا مرحب بمدرسة الفن والهدرسة وحسام أشرف اللي كان مقيم في ميت عقبة في عهد معاوية ابن أبي سفيان، وكان ولى على مصر ابن عامر. أي كلام في لا مؤاخذة الحمام. لجنة الحكام لما طلعت عرضت لقطة بن شرقي وقالت إن فيها حالة جدلية عشان الصورة ممكن ما تكونش واضحة شوية. هيطلعوا يقولوا ايه على شدة التيشيرت الواضحة 100 هيقول لك اصل احمد ياسر ريان لم تتم اعاقته. ما وحش، هو احمد ياسر ريان هيقع؟ ده الراجل قبل بداية الموسم كان بيمدح ويغني ويفرح ويهني بنادي الزمالك. كل ده عشان الزمالك يشتريه، بس للأسف نقبه طلع على شونه. وكمان الزمالك جاله ايقاف قيد جديد. المهم ماجد سامي بقى رئيس نادي وادي دجله طلع يقول ايه؟ ربنا يديم على نادي الزمالك ايقاف القيد عشان يطلعوا لنا لؤلؤ ونجوم من مدرسه الفن والهندسه. والله لو قلت لي هو قصده ايه هقول لك يمكن قصده عشان ايشو جاب جون، مش عارف. يعني هو كل من جاب جون خلاص. على العموم الناس دي بتلون اخبارها وحكاياتها وكلامها على مزاجها بس. لا بنسمع صوت كان ماجد سامي في ماتشات الزمالك، ولا حتى بنشوف مدرب نادي البنك الاهلي او اي مدرب زملكاوي في مباراه الزمالك بيبقى قاعد وحاطط ايد على ايد وفضل يقرا له ربع قران على ما الماتش يخلص. اما في ماتشات الاهلي بيبقى عامل زي الرهوان على الخط، ابن الزمالك البقر. اتفضل الله يسع امرا. في نهايه حلقتنا ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اكون شاكر ليكم. تحياتي، سلام عليكم.